الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. رواه البخاري ومسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام إذا جاءه طالب حاجة، فيقبل على جلسائه من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فيقول لهم: اشفعوا فلتؤجروا. يقول لهم اشفعوا فلتؤجروا، يعني يحثهم ويرغبهم على الشفاعة عليه الصلاة والسلام. قال: اشفعوا، هذا أمر بالشفاعة. الشفاعة هي التوسط لأصحاب الحاجات، التوسط لأصحاب الحاجات، كالتوسط مثلا إلى السلطان أو إلى الوالي ليقضي حاجة المحتاج أو يعينه على أمر من الأمور. وكذلك التوسط إلى أحد من الناس، التوسط إلى أحد من الناس ليساعده في أمر من الأمور، أو التوسط لدى بعض الناس لأجل أن يعفو عن مظلمته ونحو ذلك. هذه هي الشفاعة يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلتؤجروا، وفي رواية عند أبي داود: فاشفعوا لتؤجروا، واللام لام التعليل. وقوله فلتؤجروا فلتؤجروا يعني لكي تؤجروا، اشفعوا لكي تؤجروا، والمراد ليثيبكم الله. يثيبكم على ماذا؟ ليثيبكم على الشفاعة، ليثيبكم على الشفاعة. وهذا فيه استحباب الشفاعة، فيه استحباب الشفاعة والتوسط لأصحاب الحاجات في قضاء حوائجهم ولا في كشف كربهم ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية على لسان رسوله ما شاء. وهذا فيه أن قضاء تلك الحاجة إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيت حاجة من شفع له فلنعلم أن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تقضى فهذا أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن من شفع لصاحب حاجة يحصل له أجر الشفاعة حتى وإن لم تقبل الشفاعة، يعني قبلت أم لم تقبل الشفاعة، الشافع مأجور على كل حال، الشافع مأجور على كل حال. فالمطلوب هو حصول الشفاعة مع الإخلاص لله عز وجل حتى يحصل للشافع الأجر والثواب. أما قضاء الحاجة وعدم قضائها فمرده إلى الله سبحانه وتعالى، وهو موكل إليه سبحانه، فهو موكل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فليكن المسلم حريصا على الشفاعة لإخوانه محتسبا ذلك عند الله تعالى، فهو مأجور على كل حال سواء قبلت الشفاعة أم لم تقبل. وليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتواضعين، كان يشفع لذوي الحاجات، كما شفع صلى الله عليه وسلم لمغيث لدى بريرة لما اعتقت. ومما يحرص عليه المسلم في هذا الباب أن تكون شفاعته حسنة، كما قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. هذه الشفاعة الحسنة التي تكون في الأمور المباحة كالبيوع ونحو ذلك، ولا تكون في الأمور المحرمة. أما إذا كانت الشفاعة في الأمور المحرمة فلا تجوز. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون له كفل من الإثم والعياذ بالله. ومن الشفاعة المحرمة الشفاعة لشخص وجب عليه حد من حدود الله بعد أن يصل الحد إلى السلطان، فهذه شفاعة محرمة. وكذلك تحرم الشفاعة في أمر محرم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، كمن يتعامل مثلا بمعاملة محرمة ويريد وساطة، أن يتوسط له عند فلان، هذا محرم. يريد مثلا يشتري سلعة محرمة، يريد أن يتعامل بالربا مع فلان ويريد أن يتوسط له عنده، فهذه شفاعة في أمر محرم فهي محرمة. فالشفاعة السيئة ما كانت في معصية أو إسقاط حد من حدود الله سبحانه وتعالى فهذه يحذر منها. وأما الشفاعة الحسنة التي تكون في الوصول إلى أمر مشروع ومباح فهذه يحرص عليها لنيل الثواب، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. ولذلك لا بد من الإخلاص فيها، فلا يبتغي الشافع بشفاعته مدحا ولا ثناء ولا عطاء من أحد، لا يريد شيء، لأن الشفاعة هذه إحسان، والإحسان يكون لله عز وجل، والإحسان يبذل من دون مقابل، ولا يحتاج الإنسان إلى طلب مقابل. الإحسان يكون لله سبحانه وتعالى ويبذل بدون مقابل. ما دامت الشفاعة إحسانا فالأصل لا يأخذ في مقابلها شيئا،
وخصوصا قد ورد الوعيد في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمن تعامل بالربا وأتى بابا من أبواب الربا العظيم. وهذا فيه التحذير من أخذ المقابل على الشفاعة، فيه التحذير من أخذ المقابل على الشفاعة. من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، لأن الشفاعة كما قلنا هذه إحسان، والإحسان الأصل لا يأخذ الإنسان في مقابله شيئا، بل يكون لله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يحرص في هذا الباب، في باب الشفاعة والتوسط لذوي الحاجات لأجل قضاء حوائجهم وكشف كربهم، يحتاج إلى أن يفعل هذا لله سبحانه وتعالى، ولا يأخذ عليه مقابل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فهو مأجور على كل حال سواء قبلت الشفاعة أم لم تقبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.